بالكابتن عمرو ابو الخير. كابتن عمرو، رمضان كريم وكل سنه وانت طيب. الله أكرم، وسعيد جدا أكون مع الكوكبة. يمكن بيفكرونا بأيام الشباب. هو احنا لسه كلنا شباب على فكرة برضه، عشان تبقى الكلام واضح يعني. احنا لسه ما ايوه عجزناش، بس ايوه. بيعرضونا بأيام الشباب جدا. خلينا نتكلم من الباسكت بول، مصر، سوريا، لبنان، ولسه هنتكلم على المغرب قريب. يعني انا يمكن في التعليق بعد كده عايز اخش على كرة السلة المغربية. بس مصر، سوريا، لبنان، كرة السلة عربية، افريقيا واسيويا، هم يعني دائما فاكهة كرة السلة. سعيد جدا اكون مع كابتن فؤاد بشارة، وكابتن طبعا انور عبد الحي، اخوة وزملاء جمال جدا بيفكرونا بايام الشباب. هو جاء متاخر لدقيقتين، ولكن كوننا احنا في شهر رمضان الكريم، شهر التسامح، يعني اعتذاره مقبول من دون ما يقول كل عام. من دون ما يعتذر. اول شيء كل عام وانتم بخير لاخواتي وحبايبي وتازاتي، وشكرا لك خراز، جمعتنا مع اخواتي طبعا. بس التاخير، ويلكم تو سيريا، يعني النت هون بتعرف سريع وهيك شوي والله تلبكنا. لا بس اول شيء قبل ما ننسى كابتن انور، بعد اذنك، اول شيء نقول لك الحمد لله على السلامه، ونتمنى كل الخير للشعب السوري. احنا كانت قلوبنا معكم في الاشهر القليله يعني الماضيه، من جراء الزلزال، وتتذكر كنت دائما على تواصل معك حتى نطمئن على حالتك، يعني على حالتك الصحيه الى غير ذلك. فبطبيعه الحال هذه الرياضه، وهذه قيمه الرياضه لما المغربي يسال عن السوري، والسوري يسال عن اللبناني الى غير ذلك، وهذه من اخلاقيات الرياضه. كباتن، حنخش على الصحيح، ونخش يعني على المواضيع المهمه، لان اليوم ربما ما يعاب على المنظومات الاعلاميه يعني الرياضيه، في كره السله او في الرياضات المتالقه، انه لا نستفيد من خبراتنا. اليوم لما يكون عندك فؤاد ابو شقره وكابتن عمرو وكابتن انور بتاريخهم بالالقابهم، فبطبيعه الحال لازم على منظوماتنا التي تسير هذه اللعبه تستفيد منهم. ولا مش عيب اننا نكلم الكابتن انور ونقول له اعطيني شويه من خبرتك، كيف انه دوله سوريا في وقت ما كانت متالقه الى غير ذلك، حتى اذا كانت عندنا رغبه اننا نعود ونذهب ونصعد بريادتنا الى الامام. كابتن فؤاد، لبنان تعود وتؤكد وتتأهل إلى المونديال مرة أخرى. لبنان مش جيل فادي الخطيب وجو فوغل والكباتن الآخرين، بل بجيل جديد يقود وائل عرقجي. في نظرك ما الذي يميز لبنان عن الدول الأخرى؟ هذه الاستمرارية التي دائما عودتنا بها. قولوا لبنان، قولوا الدولة جميلة كدولة، بشيء ما، سامحني على العبارة، بشيء ما من المشاكل الداخلية، ولكن هذه المشاكل الداخلية لا تؤثر على لعبة اسمها كرة السلة. ليك أول شيء بدي رحب بأنور وكوتش عمرو، وأنا من الأشخاص اللي قدروا هالشخصين هول يسحرونا جوات الملعب، وحببونا بكرة السلة السورية والمصرية. هلا كوتش عمرو ما بيعرف انه انا بال81 كنت باسكندرية، هربنا من لبنان من الحرب، وكنت يعني تتفرج على الكوتش. كانت كوتش عمرو كان ساحر جوات الملعب، مثل ما هو اليوم ساحر من برات الملعب، عم بيربي اجيال وعم بيصنع لمصر نجاحات كتير كبيرة، إن كان على صعيد الأندية أو على صعيد المنتخب. أنور حببنا بكرة السلة السورية، وحببنا بسوريا كمان من خلال الباسكت بول. يعني فتنا وصرنا بنعد حالنا عائلة كرة السلة العربية. لبنان نحن محظوظين، حتى أكون سريع معك وأقول لك محظوظين إنه أندية كرة السلة ما لها علاقة بأندية كرة القدم، وهذا شيء كتير مهم لنا. نحن خليها تصير للعبة عندها استقلالية تامة، ما بينزل ميزانيات وبادجت، لأنه بمجرد ما النادي يكون عنده قدم بيكون القدم اخذ حصة الأسد من البادجت، وبيأثر كتير على تطور لعبة كرة السلة. هلا في بعض البلدان نجحت
قدرت تفرق. وبعتقد مصر كمان الأندية الكبيرة بتشتغل بشكل صح، وشفنا آخر 10 سنين أو 20 سنة الأندية المصرية عملت باسكت بول جديد، نمط جديد، وفرضت حالها، رجعت على الساحة الدولية. سوريا أنا بقول إنه ما في خوف بسوريا على الباسكت بول، لأنه الجمهور بيعشق كرة السلة. كان لي الشرف انه اكون انا موجود السنة الماضية مع النادي الاهلي الحلبي، شفت قديش الجمهور بيحب كرة السلة، وقديش كل ما سوريا ان الله راض يجيها ايام حلوة وترجع مثل ما كانت، الباسكت بول ترجع بسرعة وبتاخد مطرحها. نحن هالسنة الاتحاد قدر يوصل على بطولة العالم بالاندر 16 تحت ال 16 سنة، تحت ال 19 سنة، والرجال. وبالبنات بآسيا طلعنا من البي للأي. يعني عندنا اتحاد نشيط جدا. وهون بدي وجه كمان لرئيس الاتحاد الاستاذ اكرم حلبي، اللي هو بعطيه الكريدت كثير كبير انه ما خلى الازمه اللي عم يمرق فيها لبنان تتاثر في لعبه كره السله. كابتن عمرو، نبقى في نفس السياق، لانه التألق اللي يتكلم عليه فؤاد أبو شقرة يعني نفس الشيء ممكن نتكلم عليه على المنتخب المصري وكرة السلة المصرية التي نحب ولا نكره. كانت عاشت فترة فراغ شيئا ما، يعني بعد ما كانت مصر منافس أول لأنغولا وللجزائر في وقت ما، خاصة في نهاية التسعينات، وكنا نتذكر تلك النوعية من المباريات التي كانت قوية. وبعد ما كانت مصر سباقة في الذهاب إلى يعني البطولات العالمية، بعد ذلك جاءت فترة المنتخب التونسي وتألق الكرة السلة التونسية. نتذكر كانت مباراة شهيرة سنة 2017 ما بين منتخب مغربي ومنتخب مصري، لما فاز المنتخب المغربي على المنتخب المصري في كأس افريقيا. ولكن بعد ذلك نشاهدوا كرة سلة مصرية متألقة، والتأهل في يعني المونديال مش يعني كثالث منتخب، ولكن متزعم مجموعة فيها السنغال وفيها تونس وفيها مجموعة من الكبار. أين كان الفارق حتى تعود كرة السلة المصرية إلى الواجهة على الصعيد العالمي في نظرك؟ خليني قبل ما اتكلم على كرة السلة المصرية عايز اقول شابو كرة السلة اللبنانية في جميع الازمات اللي موجودة، وبيتأهلوا الى كأس العالم للسينيور تيم للرجال، وبيتأهلوا موسمين ورا بعض. السنة اللي فاتت كأس العالم 16 سنة، وحاليا كأس العالم 16 سنة. فعلا في ظل الأزمات الاقتصادية اللي موجودة أخيرا والحروب الموجودة السياسية، احنا مالناش دعوة بيها، ولكن شابوه انهم يرجعوا تاني. ولو هنتكلم على كرة السلة اللبنانية على طول لازم نقول فؤاد أبو شقرة. فؤاد أبو شقرة تاريخ كرة السلة اللبنانية، عشان نكون يعني في ناس كتير في كرة السلة اللبنانية، ولكن فؤاد أبو شقرة مع حفظ الألقاب لازم يقال اسمه دائما. كرة السلة السورية كانت على القمة من فترة، ولكن واضح جدا من فترة أبو سعدة وقطرش وكل الناس دي، هي أنا متأكد وواثق إن شاء الله كرة السلة السورية سوف تعود مرة أخرى بالشباب، يعني بروح الشباب. أبو سعدة وأنا بحيي وقريب قطرش وكل الناس دي، كل الناس دي هتيجي مرة ثانية. خليني ألوم على كرة السلة المغربية، لأن أنا يمكن يعني زعلان من هذا الموضوع. في يوم من الأيام نادي السلة المغربي والمنتخب المغربي في 2013 كانوا هم في التوب، في القمة. النهارده الكلام ده هو بدأوا تدريجيا إلى عدم المشاركة في البطولات، عدم التواجد. النهارده كرة السلة المغربية يمكن كانت أعلى من كرة السلة التونسية في فترة من الفترات. نتمنى إن شاء الله من الجامعة المغربية أو الاتحاد المغربي إن هو يعود مرة ثانية بالكلام ده هو، ويمكن هو ده اللي هبدأ بيه كرة السلة المصرية. كرة السلة المصرية من نقول 10 أو 15 سنة بدأت بمنتخبات الشباب. الفترة اللي هي احنا يمكن وصلنا 2014 من 94
من 94 ل 2014 لم نتاهل لكاس العالم. كان اول مره في 2014، كانت ايام يمكن برضه كانت سياسيا الامور شويه مش مستقره في مصر، وقدرنا ان احنا ايه ان احنا نتاهل، وبعد 9 سنين نتاهل مره ثانيه. الكلام ده هو ما جاش من فراغ، لكن بالعكس ده جه من منتخبات الناشئين والشباب اللي هم حاليا منتخب لبنان بدا يشتغل عليه وصعد لكاس العالم العام الماضي، وصعد كاس العالم مره ثانيه السنه هذه. مصر سبقت لبنان يمكن في هذا الموضوع، بقى لها 10 15 سنه تصعد في جميع المراحل الى كاس العالم. يمكن اهتمينا بالمراحل دي، هي النهارده بدينا ان احنا نطلع النهارده. كيفيه الوصول لهذا برضه، ليه النهارده المنتخب التونسي مره ثانيه بيتراجع؟ ليه المنتخب الانجولي بيتراجع مره ثانيه؟ لان الاهتمام بالناشئين والشباب هو اللي بيوصلنا في النهايه الى منصه كاس العالم لفريق الرجال. النهارده مره ثانيه خلينا نتكلم، يمكن انا في 2014 كنت مع الفريق الرجال في كاس العالم في اسبانيا، والنهارده يمكن الكوره الباسكت بول الكوره بتدور. النهارده بقى لي 3 4 سنين مع منتخبات الشباب كلها، لسه الحمد لله ابطال افريقيا وكاس العالم. لان احنا بدايه لازم انزل تحت واجيب اجيال هي اللي توصل لكاس العالم للرجال عن طريق منتخبات الشباب. افريقيا الخريطه اتغيرت خالص، النهارده اصبح مصر ومالي هم على قمه منتخبات الشباب. انا شايف ان المستقبل هيبقى لمصر ومالي، وطبعا السنغال ونيجيريا، على اساس ان هم دول دولتين لاعبين كلهم محترفين في الان بي اي وفي امريكا وفي اوروبا. انور، ناخذ من كلام كابتن عمرو جمله مهمه، لازم ننزل تحت حتى نبحث عن اجيال من اجل الصعود للامام. خلينا ربما ما فيش معنا شخصيه من المملكه الاردنيه اللي نحييهم ونهنئهم يعني على تاهلهم الى المونديال. حتى هم الاردن بعد جيل ماريو بالما اللي كان يدربوا يعني في بدايه الالفيه وكان تاهل الى المونديال، يعني مر بفترة فراغ، والآن يعود دائما مع جيل زيد عباس وأخوه بالإضافة إلى الدويري. هل يعني ما الذي ينقص كرة السلة الأردنية مثلا حتى تمشي في نفس السيستم وفي نفس الاستمرارية التي ماشية عليها لبنان ومصر من ناحية الاستحقاقات، من ناحية أنها تكون جاهزة وحاضرة يعني على الصعيد الخليجي وعلى الصعيد الآسيوي، وأنها دائما تكون حاضرة في المونديال في نظري؟ اول شيء الكباتن حكوا كلام كثير مهم. الكابتن واخي وحبيبي فؤاد ابو شقره قال فصلنا كرة القدم عن كرة السلة، وهذا سوى شغف لكرة السلة بكرة السلة.